إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه، فإنه سبحانه وتعالى يرانا ويعلم سرنا وجهرنا. فاحرصوا على أن يراكم محسنين غير مقصرين ولا مفرطين. عباد الله، من الأمور المهمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تجنبها وعدم الوقوع في ما يجلبها غضب الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بيانا شافيا، وحذر منها تحذيرا كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع هذا البيان وهذا الوضوح، إلا أننا نرى بعض المسلمين والمسلمات هدانا الله وإياهم للصواب يقعون في الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. وسنقف إن شاء الله تعالى على بعض الأمور التي يغضب الله على فاعلها، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نحذرها ونحذر منها ولا نقع فيها. والغضب من صفات الله الفعلية الثابتة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: